لعله خير. النهاردة قصتنا جميلة جدا. قصتنا بتتلخص في الوفاء. قصتنا بتتلخص ان احنا ما ناخدش الناس بمظهرهم وشكلهم، لا احنا كمان لازم ناخد المضمون. خلينا نخش على القصة على طول. لعله خير. كان زمان واحد كان بيفكر ان هو يتجوز واحدة شقرة وبيضة وجميلة جدا، ولما اتجوز شال الغطا عن وشها اكنه هو مرهاش او اكنه ما شافهاش قبل كده. اتفاجئ لقاها سودة ومش جميلة. سابها في ليلة الزفاف تقريبا، يعني سابها فترة كبيرة جدا وهجرها. ولما مراته حست نفس الاحساس او حست بحاجة زي كده، راحت له وقالت له: يا مالك، لعل الخير يكمن في الشر. الكلمة سمعت مع مالك ودخل بيها وأتم زواجه عليها. بس للأسف الشديد نفس الشعور فضل جواه، هو مش راضي عنها ولا راضي عن شكلها، فسابها مرة تانية. بس المرة دي سابها 20 سنة وما كانش يعرف ان مراته حملت منه. بس المفاجأة الكبيرة ان هو بعد 20 سنة رجع تاني المدينة، رجع للمكان اللي فيه بيته. حب يصلي، دخل المسجد فسمع إمام عمال يقول في درس. قعد يسمعه، عجبه جدا وانبهر بيه. سأل الناس وهو قال لهم: مين ده؟ قالوا له: هو الإمام أنس. قال لهم: مين هو؟ ابن مين؟ الناس ردت عليه قالوا له: إمام أنس هو ابن راجل هاجر المدينة من 20 سنة اسمه مالك. اتخض، راح له وقال له: يا مالك، قال له: يا أنس، هروح معاك لحد منزلك، بس أنا مش عايز أخش، أنا عايز أقف عند الباب وعايزك تقول لأمك في واحد أو في راجل واقف قدام البيت بيقولك لعل الخير يكمن في الشر. دخل الإمام أنس وقال لأمه: لعل الخير يكمن في الشر. قالت له: أسرع وأفتح الباب، إنه والدك أتى بعد غياب. ما قالتلوش هو هاجرنا، ما قالتلوش هو سابنا، ما ذكرتوش طول غيابه بسوء. فكان الاستقبال حار جدا بين الأب والابن. ابنه هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وراوي أحاديث الرسول الصحيحة، وكان يفخر بذلك. شكرا لك يا أم أنس على الدرس الجميل. لعل الخير يكمن في الشر. يا جماعة، احنا في أحيان كتير قوي بنهرب من الأمور والأشخاص. خليني أقول لك إن أنا ممكن النهاردة أشوف شخص وأشوف مواقف أهرب منها وأقول أنا بهرب من حاجة وأنا كده جدع. بس خليني أقول لك، خلينا نتذكر المقولة بتاعت ربنا وهو بيقول: لعل الله أراد بذلك خيرا. يا أخي، تقبل الدنيا كيفما كانت واصبر، واحسن الظن بالله العزيز الحميد. لعله خير.